اهو ده اخره اللعبه مع العيال. في مارس سنه 2004 كان في بطوله اسمها هتشوفوا على الشاشه دلوقتي في ايسلندا، كان من نوع الشطرنج السريع، يعني الوقت قصير مش زي الكلاسيك الطويل، فالاحداث كانت سريعه جدا، والمنظمين كانوا عايزين يجمعوا اساطير اللعبه مع الجيل الشباب الصاعد. عشان كده كاسباروف بطل العالم وقتها واحد اعظم العقول في التاريخ شارك في المسابقه دي، ومعاه اساطير تانيين زي اناند وشيروف وغيرهم. لكن المفاجاه كانت في دعوه طفل عنده 13 سنه من النرويج اسمه ماجنس كارلسن. ساعتها محدش كان واخد باله منه غير المتابعين المحليين، لكنه لفت انظار الكل وقت ما نزل قدام كاسباروف في اول جوله، مش عشان بدا قدام كاسباروف بدايه حقيقيه خلت كاسباروف يقلق ويعتبره منافس حقيقي، ولكن لان الواد ده كان زهقان منه وساوي في نص الماتش وراح يتمشى ورجع تاني من كتر الملل. انت متخيل الموضوع بالظبط عامل كانك جبت ميسي معاك في حجز كوره ووقفته جون عشان العظمه كبرت. كارلسن بعد كده اعترف انه الحركه اللي عملها دي بسبب انه كان متوتر وقلقان، فكان عايز يستفز كاسباروف عشان يلعب وما فكرش كتير، وده تقريبا السبب اللي خلى الماتش يخلص تعادل، وده كان يعتبر شبه فوز لماجنس وقتها. اللي خلى اللحظه دي فعلا مش عاديه ان الطفل بعد الموقف ده ب9 سنين بقى بطل العالم في الشطرنج واسطوره جديده، وده ياكد لك انه كان زهقان بجد مش متوتر ولا حاجه. واهلا بيك في انتروبي.